أرحب بكم في مسال هذه الجلسة. كما تعلمون أنها تتعلق بالاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم، لأن هذه الاستشارة هامة جدا، وستكون المقدمة لوضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم. وأؤكد هنا على دور الإعلام، وكنت تحدثت عن دور الإعلام في حث التونسيين على المشاركة في هذه الاستشارة الوطنية، لأنه لا مستقبل لنا إلا بتعليم عمومي وطني. لا مستقبل لأي بلاد إلا بقوتها البشرية وبثروتها التي لن تنضب أبدا. وتونس والحمد لله المدرسة العمومية خاصة في السنوات الستين كانت مدرسة بالفعل للتربية وللتعليم، وتخرج عدد من التونسيين من المؤسسات التربوية ومن المؤسسات الجامعية، وكانوا بالفعل من أبرز اليوم. بعضهم أحيل على التقاعد أو بعضهم قضى، ولكن هناك عدد كبير منهم ممن ساهم في بناء الدولة الوطنية. من أكبر الجرائم التي ارتكبت في حق تونس والتونسيين هي هذه الإصلاحات التي في ظاهرها إصلاحات، ولكن كانت ضربا للتعليم العمومي، وكانت ضربا للفكر الحر. تم اغتيال الفكر للأسف أو محاولة اغتياله، ولكن الفكرة لا يمكن إلا أن ينهض من جديد. هذا جانب. ودور المؤسسات الإعلامية الوطنية هام جدا، وسنتحدث حتى عن بعض المسائل المتصلة بالبرامج أو بالومضات التي يمكن أن تبث في وسائل الإعلام. وانتهز الفرصة اليوم بوجود السيد وزير التربية، ولكن وزير النقل ليس موجودا بيننا، هو مع الوفد التونسي في الجزائر الشقيقة. لابد السيد وزير التربية بتنسيق كامل مع وزير النقل ومع كل السلط الجهوية لتوفير النقل للتلاميذ. بالتأكيد تعلمون ما يحصل في عدد من الولايات في تونس، وحتى في تونس العاصمة في حي التضامن لا يجدون أي حافلة كانت متوفرة في وقت من الأوقات، ولكن لأنه تم بيع كل المرافق العمومية للخواص والنقل العمومي المخل بالكرامة، هذا النقل الجماعي. وأعرف جيدا عما أتحدث. في بعض الأحيان ينزل من الحافلة أو شبه الحافلة أكثر من 20 شخص، وأعرفها جيدا، يعني 20 أو 25 في وضع مخل بالكرامة الإنسانية. ثم هناك الفنفيضة، وبالتأكيد علمتم بوضع عدد من التلاميذ فنفيضة في بير لحثي وفي حاسد فريد، 180 تلميذ وتلميذة. لابد أن نوفر لهم وسائل النقل. يعني هذا بعض نقولوا ما فماش تعليم الأمية، عار على تونس أن يكون عدد الأميين والأميات حوالي نعم مليونين، عار علينا. ومن بعد نقولوا علاش ما نجحوش في نسبة النجاح في القاصرين أضعف نسبة. بنت باش تخرج من المدرسة. الفساد اللي توجد في الفترة الماضية لابد من القضاء عليه من جذوره، يعني مش من قبيل الصدفة. يقولوا نسبة النجاح في القاصرين اليوم صباحا حول الوضع أكثر من 180 تلميذ وتلميذة. لماذا الدولة لا توفر لهم النقل؟ معنى ذلك أنهم بنت كانت ستنقطع عن التعليم.
أنا لم تجد يعني نقل العموم. ثم في القيروان نحن نتصدى للمخدرات، والتلاميذ صاروا يتصدون للخنازير. لابد أن نتصدى، علمت بهذا بالتأكيد. طبعا. نحن نؤمنها من المخدرات ونؤمنها من الإجرام، ثم نجد خنزير داخل المدرسة. الخنازير كثيرة بالمعنيين الحقيقي وبالمعنى المجازي. لابد من تطهير الإدارة التونسية، ولا بد من تمكين التونسيين والتونسيات في كل مناطق الجمهورية من حقهم المشروع في التعليم العمومي. والتعليم يعني الحق المشروع في التعليم، ثم أيضا الحقهم الطبيعي في الوصول إلى المدارس. في الوصول إلى المدارس كل حق التنقل مضمون بالدستور. إيه مضمون بالدستور، لن يركب على الفصل في الدستور ليصل إلى المدرسة. لابد أن يكون حقا ملموسا، يعني يتمتع به الجميع على قدم المساواة. الحق في التعليم، الحق في التعليم موجود في الدستور، ولا نوفر الأسباب. ما هذه المشكلة بتاع النصوص؟ أو عندنا نصوص في الدستور يقول له الحق في التنقل، ما عندوش حتى كيفاش يتنقل. وين هو الحق في الدستور؟ معنى الحق الدستوري مش يركب على ساوة الدستور أو باش يتنقل. باش يتنقل يلزموا نوفروا له النقل. الوقت مشيت المركز الوطني البيداغوجي، الحافلات موجودة، لابد من توفير الحافلات للتلاميذ. معنا في عزلة تامة، محرومين من الدراسة، ومن بعد نقول لك نسبة الأمية مرتفعة. هذا إلى جانب النظر في عدد من المناظرات. هذه لا توجد محاباة في الدولة التونسية. المناظرة تقوم على مبدأ المساواة، ولا تقوم على أي مبدأ آخر ممن تتوفر فيه شروط. يتقدم للمناظرة وتتم المناظرة بناء على مقاييس علمية لا محاباة فيها لأحد. لا، كل المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، متساويين في الحقوق والواجبات أيضا في المناظرات. لكن المناظرات التي تفتح أو فتحت في المدة الماضية فيها الكثير من المحاباة، ولا مجال لأن نقبل بمثل هذه المناظرات إذا كان فيها إخلال بالمبدأ الأساسي في المناظرات، وهو المساواة بين كل المترشحين